السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. غنذكركم باخر وصفه نزلت على القناه اللي هما هاد المملحات. كيجي المذاق ديالهم رائع، فيهم واحد القرمشه واحد الحشوه اللي سهله ولذيذه بزاف بزاف بزاف. كيجيو رائعين. اذا بغيتوا تشوفوا الوصفه غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، ونخليكم مع التحليه ديالنا ديال اليوم فرجه ممتعه. اول حاجه هنا خديت الفريز، الفراوله قطعتها قطع صغيره بحال هيدا. غنزيد ليها معلقه كبيره ديال السكر غير باش تحلى واحد شويه وتطلق لي السيرو ديالها. ودابا غنعمر هاد الكويسات. باقي المقادير غنحتاج عندي هنا ربع لتر 250 ملل ديال الحليب، 250 ملل ديال الكريمه، معلقه كبيره ديال السكر، وممكن تعملوا 2 معالق على حسب الحلاوه اللي كتبغيو. وعندي هنا 2 معالق كبارين ديال النشا. عندي كذلك النكهه ديال الفواكه الحمراء. بالنسبه للكريمه مع الحليب، اذا ما كانش عندكم متوفر الكريمه ممكن تعملوا نصف لتر ديال الحليب، ولكن جربوا في التحليات عملوا دائما نصف الكميه ديال الحليب كملوها بالكريمه. كيجي واحد المذاق وواحد القوام مزيون بزاف. وهذه كنت فايت شاركتها معكم بزاف ديال التحليات على القناه. دائما كيف كنقول لكم خلطوا الكريمه مع الحليب كتجي غزاله. اول حاجه كناخذ الحليب، طبعا الحليب اللي كيكون بارد، وغنضيف ليلو الكميه اللي ذكرت ديال النشا وديال السكر مع بعضياتهم. هما الاولين اللي كنخلط مع الحليب باش كيذوبوا فيه دغيا. ودابا غنزيد النكهه ديال الفواكه الحمراء. هاد الطويصه هادي اللي كتباع عند اللي كيبيعوا لوازم الحلويات والعطاره ب5 ديال الدراهم. كنضيف غير راس ديال معلقه صغيره. غنضيفو الحليب، غنخلطو مزيان، كتعطي واحد المذاق اللي مزيون بزاف. وهنا من بعد عاد غنضيف الكريمه ديالي. علاش ما زيدتهاش في الاول؟ حيت الا بديت كنخلطها مع ديك النشا فهي كتثقيله شويه، ماشي بحال الشكل ديال الحليب. فدائما في الاول كنخلطوا النشا والسكر حتى كيذوبوا، من بعد كنضيفوا النكهه كنخلطوها. عاد هنا ضفت الكريمه وغنشعل عليها نار تكون متوسطه صافي. وهنا غنستمر في التحريك حتى كنحصل على كريمه اللي كتكون بهذا القوام. هذا القوام اللي خصني نحصل عليه. صافي غنحركها هيدا غير شويه على النار وغنطفي عليها. وهنا غنرجع للكويسات ديالي وغنحط الكريمه وهي باقا سخونه. ما كنستناوش عليها حتى تبرد، وهي باقا سخونه كيف كنطفيو عليها كنعملوها فوق ديك الفراوله اللي مقطعه. دابا غنخليهم يبردوا على برا حتى كيرجعوا بدرجه حراره المطبخ. عاد كناخذوهم ونعملوهم في الثلاجه، نخليهم 1 ساعه اولا ساعتين. من بعد الكريمه ما بردت مزيان وتماسكت، هنا غناخذ هاد السيرو هذا اللي كيتباع ديال الفريز اللي كيعملوا فوق الادوس وداكشي اللي كيعملوا فوق لاكلاص. راه كتباع عرضومه صغيره وكاينه حتى الكبيره كتباع عند العطاره اللي كيبيعوا لوازم الحلويات كاملين كيكونوا عندهم. وهو اللي كنعملو من فوق، يعني راه متوفر. كنتو في المغرب اولا خارج المغرب راه هو متوفر اللي كيزوقوا به الحلويات وليكلاص. هو اللي كنعملو هيدا من فوق بهذا الشكل هذا، حتى هو كيعطي شكل وكيعطي مذاق مزيون. هنا غنميل الكيسان بهذا الشكل هذا باش ديك الصلصه كتدوز مع الجناب وكتتهود باش كتعطي واحد الشكل اولا واحد المنظر كيجي مزيون مع ديك الكريمه. نتوما كتشوفوا هي كتبدا تسيح مع الجناب. وهذا هو الشكل النهائي ديال البوستري ديالنا ديال اليوم او التحليه. كيجي الشكل ديالها كيشهي، كيجي الشكل ديالها مزيون، المذاق ديالها والقوام ديالها كيجي اكثر من رائع. المذاق ديالها كيجي غزال كيف شفتوا بابسط المكونات، مقادير متوفرين. كيجي القوام ديالها مزيون حتى هو. انتما شفتوا السيرو علاش كندوزوه من الجناب باش كيهود بهذه الطريقه وكيجي ديك التدرج ديال الالوان كيجي رائع. القوام ديالها كيجي كريمي وكتجي لذيذه بزاف، ما تشبعوش منها. حتى الحلاوه ديالها راه كتجي هي هذيك، ما كتجيش ديك الحلاوه ديالها اللي مجهده اولا كتقهم. من احسن الوصفات ديال التحليات وبسيطه كيف شفتوا لا في الطريقه ديالها ولا المكونات ديالها. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. القياس اللي عملت هذا العدد اللي كتخرج. اذا بغيتوا
عدد اكبر، ممكن تضاعفوا المقادير، ممكن كذلك تعملوهم في كويسات صغار من هادو تخرج لكم كميه اكثر. وممكن من فوق تزينوهم بحبات ديال الفرomboise ديال الفراوله، كيبقى داكشي على حساب الذوق ديالكم نتوما والمتوفر. ولكن واخا غير هيدا راه كيجيو مزيونين بزاف، خصوصا الناس اللي كتعجبهم الفراوله والمذاق ديال الفواكه الحمراء. جربوا هاد التحليه هذه. نتلاقاو في فيديو جديد غدا ان شاء الله.